حق الملح من العادات الجميلة اللي كانت موجودة وما زالت دلوقتي موجودة في بعض البلاد العربية. حق الملح إن الصبح كده الزوج يقوم يروح إن شاء الله يصلي صلاة العيد، والزوجة الجميلة تلبس كده لبس جميل، تعمل الفطار الخفيف مع فنجان القهوة أو فنجان الشاي. ولما الزوج يرجع يفطر الفطار الحلو ده كده ويشرب فنجان القهوة، لكن ما يرجعوش فاضي، ما يصحش يرجعه وفي خاتم ذهب، اسوره ذهب، فضة زي بعضه علشان الحالة الاقتصادية. المهم انه ما يرجعوش فاضي، اعترافا منه بالمجهود اللي عملته الزوجة طول شهر رمضان، واقفة تعمل فطار وسحور وهي صايمة وهي تعبانة. فيعني محبة منه كده ونوع من الدلع لمراته، انه بيرجع لها الفنجان في هدية ليها. لو ما عملتش حسابك الحق في وقت، يعني زي بعضه اشتري اللي يطلع من ذمتك. الزوج ما جابش حاجة ما تقلطميش بقى وتنكدي وكده، لا لا لا، اتبسطي برضو وقولي له كل سنة وانت طيب. واهم حاجة ان انتم موجودين مع بعض، ربنا يديم عليكم السعادة والحب والمودة. كل سنة وانت طيبين.